هاي جايز كيفكم؟ اوكي تفضلي صح انت لازم. نو 3 2 1. هاي جايز. هلو جايز كيفكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبخير. واخيرا اخيرا 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 طلعت في فيديو معاي واخيرا مريم. طب الناس اول حاجه عارفيننا بيعرفونا انا ومريم اللي هم صحبات لنا 15 سنه تقريبا 2009 او 14 سنه وحاجه يعني. فلينا فتره طويله شديد احنا صحبات. ومريم كمان للناس اللي ما بيعرفوها او اول مره يشوفوا اساسا فيديوهاتنا او يدخل على قناتي، مريم كمان عندها قناه على اليوتيوب. حاخد رابط يعني قناتها في صندوق الوصف. بس احنا الليله حابين نتكلم عن الصحوبيه، الصداقه عموما. الصداقه بالضبط. يعني لانه احنا ده موضوع كثير بنسال عنه، كثير ناس بيسالونا انه يا جماعه كيف انتم مثلا بقيتوا صحبات، كيف قدرتوا تحافظوا على صحوبيتكم الفتره دي كلها. فالليله احنا حنديكم بعض النصائح انه كيف الواحد ممكن يحافظ على علاقه الصداقه لسنين طويله. لانه في شايفه ناس كثير يعني بتعاني من الموضوع ده. يعني وماكو علاقه باي ذا واي بيرفكت، خليني اقول هالشيء من البدايه. يعني احنا علاقتنا كفرنشيب هم يعني مارسنا هوايه ترى مشاكل وقاطعنا فتره، وبعدين الحمد لله يعني رجعنا لانه نقدر العلاقه والريليشن شيب، سبيشلي اذا هذا الشخص كان كل الزين بحياتي، ويعني احس نفسي انه I'm myself with them. قبل ما نبدا في الموضوع نديكم الخمسه نصائح اللي حابين نتكلم فيها الليله او الخمسه نقاط. ما تنسوا للناس الجديده على القناه تعملوا لنا سبسكرايب انا ومريم، لايك اند شير كمان. وفعل الجرس حتى يوصل اي تنبيه. فعل الجرس صح؟ لان هي صار لها زمان ما منزله، فيعني فعل الجرس حتى من تنزل يطلع لكم. بالضبط. انا كان تكلمت الاسبوع اللي فات عن العلاقات التوكسيك او العلاقات السامه عموما، الاشخاص السامين في حياتنا وكده. والمره دي بالعكس حيكون الفيديو ايجابي لانه شنو؟ انه كيف الناس تخلي صحبتها ويستمروا في علاقتهم ويقووا صداقتهم وتكون عندهم علاقه صداقه صحيه. معليش لو في اصوات وكده لانه احنا الليل الجو حلو والاضاءه برا حلوه صراحه، فقررنا نعمل الفيديو برا. طيب مريم انت اول حاجه اول نقطه بتنصحي بيها شنو؟ انه الناس علشان تخلي علاقتها بتاعت الصداقه تكون قويه او علاقاتها اللي حوالينا تكون كويسه. يعني كفيرست امبريشن من اول شيء، ولا كيف تحافظوا عليها؟ يعني كيف تحافظوا على الصداقه وتبني علاقه صداقه قويه؟ الثقه يعني نمبر 1. يعني اهم شيء لازم انه اني هذا الشخص اللي حيكون ماي فريند لازم اثق به، لازم اقدر انه مثلا اذا اشارك مثلا همومي مشاكلي ويا هذا الشخص اعرف انه هذا الشخص حيكون امين، يوقف وياي بهيجي مثلا بمواقف صعبه. بالضبط. يعني هذا الشخص يعني لازم مثلا اقدر افتح له قلبي، لازم اكون شخصيتي، مو مثلا اقعد امثل انه اني شخص ثاني بس، حتى مثلا اخلي هذا الشخص يصادقني ويصير ماي فريند لفتره معينه. بس اذا الواحد يعني يكون مو نفسه ويا بهاي الصداقه، الا ما يجي يوم انه خلاص انه كل واحد يبين وجهه الحقيقي وتنتهي العلاقه. عرفتي شلون؟ فيعني لازم هذا الشخص اكون اني واثقه منه، اقدر امن اسراري، اقدر اشارك مشاكلي ويا هذا الشخص، حتى اقدر اطور العلاقه وتكون العلاقه يعني صحيه and we grow together يعني. اوكي. انا نصيحه اللي عندي كمان انه ثاني نصيحه اللي هو الناس العلاقه لازم تكون give and take، اللي هو انت بتاخذ وبتدي في نفس الوقت. لانه اذا كانت دائما انت بتدي في العلاقه او انت اللي دائما بتاخذ، العلاقه تنتهي بصوره بشعه كمان. لانه الانسان ممكن يحس انه اذا انت دائما بتدي بتحس انه الطاقه بتاعتك استهلكت. بالضبط. عرفتي؟ وانه والانسان او صاحبك او الزول اللي انت معاه ده ما بيقدر الحاجه اللي انت بتقدمها لانه ما قاعد يديك. واذا انت اللي دائما بتاخذ وما بتدي، الشخص الثاني هو اللي حيحس الاحساس ده وحيتخلى عنك. بس احس مرات الاشخاص ممكن ما يعرفون انه هم يعني انه مدى ينطون لهذا الشخص. يعني اذا انتم مثلا حسيتوا انه مثلا ذات فريند هذا الشخص مدى ينطيكم الحب او الوقت او whatever it is، حاولوا يو كوميونيكيت، حاولوا انه تحجون وياهم. انه الكوميونيكيشن مهم جدا. الكوميونيكيشن ضروري. اي موقف انا هسه بالجديد يعني اي موقف يبدر من اي وحده من صديقاتي اذا حسسني للحظه انه مثلا انا ما مرتاحه او تضايقت، ارجع بيني وبين نفسي اراجع الموقف مره ثانيه، احاول اشوف وين بالضبط هذا الشيء ضوجني، شنو بالضبط الكلمه اللي انقالت او الموقف اللي صار اللي ضوجني، احاول اراجعها. وبعدين لما اجي احكي بيها ويا ماي فريندز يعني ويا صديقتي
يكون الاسلوب باحترام. يعني مثلا بالضبط، أهم حاجة الاحترام. بالضبط، يعني اقول مثلا هذا الموقف اللي بدر منك هيك خلاني احس واي فيلت، يعني انا حسيت مثلا انزعجت، حسيت whatever الاحساس اللي انتم حسيتوا به، احكي وياه واشوف رده فعلها. ممكن هي حرام تكون ما منتبهه انه هالشيء هذا بدر منها. صح. فالكوميونيكيشن از ريلي امبورتنت، مهم جدا، يعني لازم توري انه انت الحاجه المضايقاك شنو، لازم يكون في بينكم احترام في الكوميونيكيشن. يعني حاحكي لهم مره، تذكري مره كانت شاكلنا، حصل بيننا موقف نشكل على طول اي سالفه يعني دائما في، مش انه شكل بس يعني انه مثلا ضايقت من حاجه بقول لها، ضايقت هي من حاجه بتقول لي، لكن في النهايه طبعا ما عمرنا مثلا غلطنا على بعض، مثلا شتمنا بعض ولا انه كده. فمره بتذكر انه ضايقتي مني ليه؟ لانه زمان عندك انا يوم عرس سافر تتذكري؟ اوكي. فمريم مثلا بتسال اسئله شويه احيانا بتكون شنو؟ مستفزه تمام؟ فانا بقول لها يا مريم، او بقوم بجاوب عليها انا بطريقه استفزتها. يعني دائما كل ما تسال السؤال او كده، مثلا انا بقوم بتضايق، بقوم برد عليها بطريقه يعني استفزتها، او بطريقه شويه حست انها ممكن ما تكون انا محترماها او مقدراها، مع انه ما بيكون مثلا قصدي. وانا كمان من قاعده اسال، مو قصدي انه اسال اسئله يعني بس هي تطلع بالضبط. يعني مره كمان انه قدام الناس قمت رديت عليها باسلوب ما ظريف او كده، وحست انه شنو، انه الموضوع ده ضايقها. فجت كانت اتكلمت معي وقالت لي عاني انا ما حبيت الاسلوب اللي تكلمتي فيه ده. انا بس هزيت لها راسي وقلت لها خلاص اوكي تمام. فانا احترمت الحاجه دي شديد وتقبلتها بكل سلاسه، يعني لانه حسيت انه دي حاجه ضايقتها، بما انه ضايقتها وانا انسانه بتعز علي وبحبها، اكيد ما حكون دايرات تتخطى ثاني في موقف انه هي تكون متضايقه فيه. فبس هزيت لها راسي وقلت لها حاضر، ومن اليوم ذاك وشغله ثانيه. يعني هي شوفوا، هي يعني مو انه سؤال واحد وهي ردة فعل، هي لا، هي كانت يعني اسئله كانت متراكمه. هي مثلا انا كنت اسالها، هي كانت تضوجها انه يعني مثلا يعني ليش تسالين هذا السؤال؟ بس كان المفروض يعني انا اشوف هواي ناس يسوون هالشيء هذا، يخلون بقلبهم مثلا يمشوني. ممكن مثلا انا مو بس اسئله انا سالت، ممكن انا سويت شغله كمان ضايقتها، ممكن كمان اتعادد، يعني ضافت على انه هي منزعجه. تراكمات بالضبط. فهاي التراكمات هي اللي تخلي الواحد ينفجر، وممكن تكون ردة يعني طريقة المعاملة أو طريقة الرد تكون very يعني disrespect أو unpolite أو whatever، يعني ما محترمة. بالضبط. فيعني أنا من رأيي إذا that's why I'm saying، يعني هذا ليش أقول إنه إذا أنتم تحسون إنه أي أحد ضايقكم أي شيء بسيط، حاولوا إن تقعدون بينكم بين نفسكم، راجعوا هالشيء، احكوا بيه، يعني talk about it. عرفت شلون؟ لا تخلوا تتراكم، لما تتراكم يعني وتنفجرون it's not good. انفجار ده آخر حاجة احنا بنكون عايزينها، لأنه بجد ناس كثير بتخسر بعض بسبب الموضوع ده. طيب رابع نقطة أنا ممكن كمان أقول إنه الغيرة والمنافسة بين الأصحاب أو الناس اللي عندك علاقة حوالينهم. أهم حاجة الغيرة دي يا جماعة إنه تشيلها تماما. لأنه لو كان في غيرة، لو كان في حسيت إنه أنت الإنسان اللي أنت معاه ده في بينكم منافسة، شوفي في منافسة زينة وفي منافسة مو زينة. يعني المنافسة اللي أنا لازم أكون يعني مثلا let's say for example ننطي مثلا مثال مثلا وضح مثلا شرت شنطة، أنا أوه ماي جاد حلوة الجنطة مالتها، أنا هم أريد أروح أجيب جنطة بس مثلا حتى أبين إنه لا، يعني هذه أحسها غيرة، هذه أحسها إنه يعني مو فشي إنه الواحد يتنافس عليه، مو فشي مهم. بس مثلا إذا وضاحة مثلا أخذت مثلا منصب عالي بالشغل، وأقول طبعا أكيد لازم أكون أفرح لها من قلبي طبعا، لأن هي صديقتي لازم أفرح لها، بس حيخليني أكون موتيفيتد، يعني حيخليني أكون إنه مضطرة إنه أنا هم أشتغل على نفسي، حتى بالعمل بالشغل اللي أنا بيه هم أطور من نفسي، لأنه أريد أي ماتش الليفل اللي هو اللي وصلت بيه وضاحة، حتى أكون أنا بنفس الليفل، حتى نكون أنا وياها يعني we grow together، يعني شلون وبتكونوا بتشجعوا بعض، يعني في الحاجات الحلوه دي تكونوا بتشجعوا بعض. يعني ايوه يكون في منافسه، بس المنافسه تكون حلوه. لازم تتاكدوا انه ما يكون في بينكم غيره، ما يكون في بينكم حسد. غيره مو حلوه. يسوى الحسد انك تحسد الانسان اللي انت معاه ده على الحاجه الحلوه اللي عنده، وتكون بينكم منافسه حلوه، ومنافسه يعني فيها تعامل يعني محترم، يعني في احترام بينكم. واذا صارت غيره let's say مرات الغيره ترى تنتج عن مو بايدي، يعني مثلا انا اذا غرت من شخص مو بايدي انه اغار، حاولوا تشوفون نفسكم
ليش انتوا تتغارون؟ يعني ممكن انه انتوا ما عندكم مثلا الثقه يعني في شيء بشخصيتكم بنفسكم. حاولوا تشوفون نقاط ضعفكم وتشتغلون عليها حتى تحسنون من شخصيتكم، وهم يو ايفولف، يعني انه تطورون نفسكم. عرفتوا شلون؟ لانه الغيره ترى مو زينه. عمو بابا اجى. هلا بابا. انت احلى شيء. اهلين عمو. احنا التجمد. نعم. خلوني بنصكم. مشاركة عمو. هي تتنجسوا بالناس. ما بقدر تدخل من الباب. آخر نقطة، خامس نقطة اللي هو حابين نتناقش فيها، نقطة إنه يا جماعة الناس لازم تستوعب إنه كل واحدة، مثلا لو عندك أصحاب أو عندك صحبات أو حتى الناس اللي بتعرفوهم، أي إنسان عنده برضو كمان حياته الخاصة. وفي فترة من الفترات ممكن انتوا تبعدوا شوية، ما تكونوا قريبين من بعض شديد. زي مثلا فترة معينة يعني بتبعدوا وبتقربوا. اي يعني ممكن هسه مثلا مريم تعمل يكون عندها صحباتها تانيين غيري بتطلع معاهم. يعني يس عندي اكزامبل. او ماي جاد على هذا الموضوع. لانه في بنات كثير او مش بس بنات، يعني عموما ناس كثير مثلا غير انها بتغار مثلا بتتضايق من موضوع انه ليش ما قلتي لي على الطلعة حياة مختلفة. انه لا لازم حياتكم دائما تكون مع بعض واي حاجة مشاركينها. لا كده بالعكس، المفترض تحترمي حياة الشخص الآخر. الناس تقبلوا بعض بحياتكم، أي واحد عنده حياته الخاصة. يعني أنا راح أعطيكم example. مثلا يعني هسه أني عندي مثلا my group of friends، يعني الناس اللي ألعب رياضة معاهم بالجيم صار عندي جروب معاهم. عندي كمان مثلا جروب ثاني وضاحة مو كلش تعرفهم بس مو كلش صحبة وياهم، هم هواي أقضي وقت وياهم. يعني لما أني أسوي بلانز وياهم وأطلع خلاص يعني أحترم إنه أني مع فلان جروب، لأنه أعرف كل الزين إنه وضاحة تختلف عن هذول الجروب، فما راح أعزمها ولا هي تكون متوقعة إنه أنا أقولها تعالي. بالضبط. عرفت شلون؟ ولا حد ضايق، يعني مثلا ما حد ضايق إذا مريم ما قالت لي تعالي، تمام، انه انت كيف يعني مثلا عندك صحبات غيري وتطلعوا وتعمل بلانز من غيري. لانه في ناس بجد لاحظت كثير انه عندهم الحاجه دي، انه بيغاروا شديد على اصحابهم. صح. يعني انت صاحبتي انت لي، بالضبط، اصلك يعني تتملكيها. لا ايوه، التملك في الصداقه او في العلاقات عموما. انسوا موضوع التملك ده. بالعكس خلي لكم شخصيتكم، خلوا لكم شخصيتكم وتعرفوا على ناس غير. انا اي ثينك اتس جود انه كمان تتعرفون على ناس غير حتى تتعلمون اشياء جديده انتم ما متعلميها بالعلاقه اللي مثلا انا مثلا مع وضاحه. Do you know what I mean؟ يعني مثلا العلاقه مع وضاحه انا تعلمت هواي اشياء، اوكي، هي صاحبتي واي لاف هير، شيز ماي بيست فريند، بس مثلا الجروب الثاني علمني اشياء ثانيه. فالتملك ما حلو. يعني الناس ما تحس انه اوكي الصاحب اللي انت عندك او الشخص المعين اللي انت في حياتك ده لازم تتملكوا اي حاجه تكونوا مع بعض، حياتكم كلها واحده. لا، والاوفر ثينكينج مرات يعني من كذا مواقف تصير تقومون تفكرون بيها وتسوون قصص خياليه براسكم وهي طبعا ولا موجوده. فبعدين من تجون تحجون ويا الشخص هذا انتوا اوريدي معصبين، انتوا اوريدي حاطين قصه بدايتها ونهايتها براسكم، وطبعا هذا الشيء ابدا ما صار. انا ياما تشكلت معك في راسي. انا كمان تشكلت معك يا الله. انا ياما مضاربه مع الانسانه دي في خيالي. والله انه هذه سوتها لانه مره شكلها في راسي كانت معاكي، عرفتي؟ مره كنت عايزاك تجيبي لي الرينج لايت. فانا قلت هسه حقول لها جيبي لي الرينج لايت، حتقول لي ما حاجيبه لانه ثقيل يا وضاح. انا ما بعرف طبعا لانه هو مزعج الرينج لايت ما يدخل في البوكس مالته. حتقول لي لا لانه ثقيل ولانه ما اعرف شنو ما حاجيبه ما اعرف شنو. فانا حقوم اقول لكي ما عارف شنو ثاني، لو قلت لي جيبي حاجه ما حاجيب ليكي، عرفتي؟ دي كانت شكل كده في راسي. شاكلتها لمريم ولما بدات ومحضر الاجوبه ضايق، عرفتي؟ بعدين قمت ضربت لها قلت لها عيني ممكن تجيبي لي الرينج لايت بتاعي. استفزتني قالت لي ايوه اوكي طيب. أنا كان في جواب ولسه في شكل عندي. انت متاكده انه يقرا؟ قلت لما قلت لي ايوه قلت لها متاكده. يعني انا اتخرعت ما عرفت ارد، عرفت لانه متوقع رد ثاني. فصراحه عندك فقمت لما فكرت قلت يا جماعه يعني انا استفزيت نفسي وشاكلت. فور وات؟ على مود شنو؟ ولا حاجه يعني، عرفتي؟ شنو؟ بالضبط، احيانا بتكون خيالات كده بتحصل في هذا اكبر غلط. اي والله هذا الاوفر ثينكينج اللي يصير مرات. نو دونت دو ات، لا تسووه والله. اولا مو صحي، ومو بس ترى مع العلاقات، حتى هوايه اشياء يعني بالشغل everything يعني
don't overthink. احس بعدين حلو شديد يا جماعه انه الواحد يكون عنده صحبات بيوثق فيهم، Yeah. بيطلع معاهم، بيفضفض لهم لما تكون. والله الواحد احيانا انا لما نكون يعني زعلانه ومتضايقه، ما كلنا عندنا هموم وانتم يعني Yeah. الناس ما بتعرف انه ورا الكاميرا بتحصل شنو يعني. بالضبط. لكن انه يكون عندك شله كده ظريفه، يكون عندك صحبات لما تطلع معاهم تغير Yeah. جو، يغيروا لك مودك، يرجعوك كده للحياه تاني. دي حاجه حلوه شديده. عشان كده مهم بالضبط. يا جماعه انكم تبنوا علاقات صحيه وعلاقات حلوه مع ناس. Yeah. دي حاجه مهمه شديد. او شغله اخيره بس. احلى حاجه انه شغله اخيره لان انا ما اعرف ايش قد تريد الفيديو هذا يكون طويل، بس اني والله هسه الشغله هم جديده يعني تعلمتها دا تساعدني بهواي اشياء، يعني مو بس علاقات كفرنشيب، حتى اي شيء كشغل انتم داخلين له اول مره. ادعوا، قولي يعني اذا هذا الشخص زين بحياتي خلي يكون هذا الشخص على طول in my life يعني موجود. اذا هذا الشخص مو زين يا ربي بعده. ويعني الاحساس انتم هم اللي تحسوه طبعا معاملتكم مع هذا الشخص. اذا انتم مثلا حاسين بقلبكم انه هذا الشخص مو راحه، trust your instincts, trust your يعني believe your يعني intuition. اثق احساسكم، الاحساس الداخلي حقك. بالضبط. ايوه الاحساس الداخلي حقك هذا مهم جدا. يعني لما مرات أتفق تقولون انه كل شيء مبين انه بيرفكت، بس في شيء جوا، ما مريح. هذا الشيء صح. جوا المو مريح صدقوا بيه ولا تثقون بهذا الشخص راسا. انطوا فتره، خلوا يعني مواقف تصير حتى يثبت لكم هذا الشخص حسن نيته. ولما أوكي؟ امكم تقول لكم الزول ده ما كويس، الانسان ده ما صدقوها. كويس، صدقوها والله العظيم صدقوها يا جماعه. سالوني انا اي انسان قالت لي ما ارتاحت ليها او كده بجد في النهايه على ندمت الأكثر، صحبته. واي واحده حبته وكده انا بجد I love your mom. الحمد لله ماما، وانا I love your mom. ما اطول عليكم يا جماعه، ما تنسوا تعملوا لايك وشير الفيديو، ورونا انتم كمان وجهه نظركم واحكي لنا قصصكم وكيف يعني لو عندكم برضو نصائح حابين تشاركوها مع المتابعين اكتبوها في التعليقات. Love you guys. ونشوفكم في الفيديو نشوفكم في الفيديو الجاي. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. لا تنسوا نسوي لي لايك وسبسكرايب. Yes. قناتي مريم سعد موجوده بالدسكربشن بوكس جوا. ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.